السلام عليكم، حياكم الله شباب. منصة باينانس، هذا المقطع طريقة شلون تحصل مبالغ بسيطة من تطبيق باينانس. تطبيق باينانس موفر خدمات اللي تقدر تحصل من عندها فلوس، اشياء بسيطة بعدين تقدر انت تبيعها وتسويها USDT وتقدر تتداول بيها او تسحبها. اول شي اللي ما منزل منصة باينانس خلي ينزلها من الوصف، راح اخلي لكم الرابط. اول شي عندك هنا بيمين الشاشة على شي رمز باينانس، نضغط عليه. عندك هنا هاي الخدمات مثل ما كاتبين هم، تنطي مزيد من الخدمات وتنزل لجوا. ننزل عندك هنا بث المباشر، هذا البث المباشر نضغط عليه. عندك باقي طرق تقدر تربح من عندها، بس هسه احنا مختصين بهذا الموضوع. ندخل على البث المباشر. هنا هذه البثوث قدامكم تنطي استكشف اللي هي بالنص. عندك هذه البثوث كلها تقدر تحصل من عندها فلوس. اما الحسابات اللي انت البث المباشر اللي دخلت عليه وحصلت الربح مالتك ما راح تقدر تحصل مرة ثانية، لان باعتبار انه انت اخذت حصتك. فهسه شنو نسوي؟ خلينا نشوف هذا البث. حلو، هذا البث قليل. هسه شنو اوضح لكم فكرة. الحساب هذا اول شيء لازم شنو على مود نحصل الربح مالتنا الهدية. هنا تضغط على الظرف الاحمر، تنطي متابعة المضيف. لما راح تتابعه راح يقول لك في انتظار المكافأة. لما يخلص هذا عداد الثواني راح تنزل لك هنا ظرف، تضغط عليه يقول لك افتح، راح تفتحه راح تحصل بيه عملات. هسه انا اتوقع يعني بسبب انه الوقت قليل راح تحصل الربح قليل. قدامكم هنا التعليقات، هاي التعليقات راح اوضح لكم شنو فكرتها، ليش يعلقون هيك. يقول لك هذا ظرف احمر اخذه وكتبه يمك راح تحصل فلوس. اوكي تمام. هسه هنا الظرف الاحمر هذا هم يسموه ظرف احمر، تنتظره بين ما يخلص التوقيت مالته وتحصل من عنده. هسه قدامكم التعليقات راح مرات يعني تصدف انه اشخاص يحبون ينزلون دعم، فينزل ظرف احمر تضغط عليه، يكون تضغط عليه على السريع. هاي انت الفائز، افتح SAGA. هاي ما اعرف شنو العملة، هسه نبحث عليها نشوفها. تمام SAGA. هنا بالتعليقات راح يقول لك انه مثلا افتح الظرف، انت لازم تضغط عليه بسرعة على مود تحصل الظرف هذا. فهسه خلينا نشوف سعر العملة هذه شنو اللي هي حصلناها. نرجع نطلع، نرجع مرة ثانية. خلينا نشوف شنو اسم العملة SAGA وينها، اللي هي نظرة عامة على المحفظة فوري. وين نلقى اسم العملة؟ خلينا نبحث عليها. SAGA هذه اللي هي موجودة على السبوت. شوفوا قدامكم هاي العملة سعرها $1.25. نقدر مرات تصدف مثل ما قلت لكم الهدايا هذه ما محددة انه كل شخص لازم يحصل مثلا جزء من هاي العملة. هاي الهدية تكون مفتوحة، كل ما تضغط عليها بسرعة راح تحصل انت العدد الاكبر، كون انه انت بالبداية بعدين تتجزأ لحد ما تصفر هاي العملة، البقية ما راح يحصلون شيء. تمام. هسه اذا انا اريد ابيع غير عندي والله ما عندي المبلغ اللي عندي اللي حصلته بعد ما يسوى شيء. فلما ارجع على البثوث اكمل مرة ثانية وثالثة ورابعة راح يتجمع عندي المبلغ وراح اقدر ابيعه واقدر احصل فلوس. فانت اذا مثلا دخلت لك 10 بثوث 20 بث، كل بث تقدر تنتظر عليه 60 ثانية دقيقة، راح يصير عندك 20 دقيقة احتمال تقدر تحصل $1. تمام. بالمقاطع الجاية راح اشرح لكم باقي طرق الربح من تطبيق